تعالوا يا جماعة نشوف مع بعض النهاردة ايه اللي حصل. اللي حصل بجد مفيش عقل في الدنيا ممكن يتخيله. حاجات من اللي ممكن نكون يعني بنشوفها في آخر الزمن زي ما بيقولوا. أب بنته توفت. البنت توفت في حالة طبيعية جدا، وما كانش فيه أي شبهة جنائية ليها. خلاص قضاء ربنا، واستعددت الأسباب والموت واحد، مفيش أي جريمة أو أي حاجة. قاموا الصبح يصحوها لقوها ميتة. راحوا دفنوها، وطبعا إكرام الميت دفنه. وبعد ما دفنوها فوجئوا تاني يوم إن الحيطة بتاعة القبر قصدي الباب مكسور، والبنت طالعة بره المدافن، وطبعا وشها مكشوف ومفيش. بقوا طبعًا مستغربين وعمّالين يعني بيجروا، إيه الهلع ده؟ طبعًا أكيد لو أي حد مكانهم هيحس بخوف رهيب. إزاي دي طلعت؟ هل هي كانت صاحية وطلعت؟ هل هي في حد حاول يسرقها أو يسرق أعضائها؟ طيب إيه اللي حصل؟ مع كل الملابسات وكل اللي حصل ده، لكن أهلها رجعوها تاني للقبر بتاعها وقفلوا عليها. ويفوجئوا تاني يوم بنفس الوضع يتكرر تاني. وهنا الأب مسكتش، لأن هنا في حاجة غريبة مش مفهومة بتحصل. برضو بنته طالعة بره القبر. بقى هما طبعا تفكيرهم بيقول هو القبر مش عاوزها، ايه اللي بيطلعها؟ طب حد. طبعا كل الناس بدأت تسأل وكلهم مفزوعين ومرعوبين جدا. الراجل أبوها راجل طيب خد بعضه وراح على المباحث، قدم بلاغ وقال إن بنتي كل ما أدفنها أروح ألاقيها بره المقابر. وطبعا المباحث وقتها اتحركت وبدأت تعمل تحرياتها عشان يشوفوا إيه اللي بيحصل. وفعلا دفنوا البنت للمرة التالتة. كده كانت مباحث المفروض إن هي عندها علم بالموضوع. بدأوا إن هم يراقبوا المقابر عشان يعرفوا إيه اللي بيحصل بالظبط. وكانت هنا المفاجأة اللي محدش يتوقعها. البنت يا جماعة بعد طبعا ما اتدفنت، اللي كان بيدفنها التربي والمساعد بتاعه. من هنا طبعًا لقوا الكاميرات جايبة والتصوير جايبة إن المساعد بتاع التُرَبي هو اللي كاسر المكان الباب بتاع المدافن بتاعتها المقابر، ومطلّع البنت. وطبعًا قبضوا عليه وبدأوا يستجوبوه، أنت ليه عملت كده وليه كنت بتعمل كده كل ما بتندفن؟ ليه أنت بتخش تطلّعها؟ أنت هتكسب إيه لمّا أنت بتعمل كده؟ أنت كنت عاوز تبيع أعضائها والّا أنت كنت بتعمل إيه بالضبط؟ اتضح إن اللي كان بيساعد التربي ده كان عنده بنت في نفس سنها، وبنته توفت وهو كان متأثر جدا بوفاة بنته. وأول لما شاف البنوتة دي بتدفن، طبعا يعني حس إن هي زي بنته أو حس إن دي بنته. اللي ما قدرش يعمله مع بنته إن هو مش عاوز يدفنها، بدأ يعمله مع البنت دي. وطبعا كانت يعني كان الكل في ذهول، ما بقوش عارفين يعملوا إيه مع الشاب ده. هل هم يعاقبوه أو ودوه مصح نفسي أو هم بالضبط يتصرّفوا معاه إزاي؟ بس بجد يعني ربنا يرحم بنته ويصبّر قلبه، بس مش ده مُبرر إن أنت تروح تطلّع بنت من قلب المدافن وتطلّعها. خلاص هي ده قضاء ربنا، لازم نرضى بيه. أتمنى تحُط لايك للفيديو وتعليق حلو، ولو أول مرّة تشوف القناة بتاعتي أتمنى إن أنت تشترك فيها.